طفل بعمر 15 سنة انتهت رحلتها بطريقة ما تخطر على بال أحد، ولقوها متجمدة بنص الجليد. شنو جابها للبركان الثلجي؟ وليش بنت بهالعمر اندفنت بيه؟ ورغم كل الأجواء البيئية الجليدية بقت جثتها محنطة بشكل احترافي داخل الجليد وبدون تحلل. هلا بالشباب، أني ما يوتيوب. اليوم قصتنا تاخذنا لعالم ثاني، عالم حضارة الآنكا الغامضة اللي يا أصدقائي حكمت مساحات شاسعة من أمريكا الجنوبية قبل مئات السنين. وبسنة 1999 فريق من المستكشفين والعلماء لولاياكو البركاني اللي يوصل ارتفاعه ل 6739 متر على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي. تخيلوا وياي هذا الارتفاع الهائل والهواء البارد القارص والتضاريس الوعرة، رحلة بحد ذاتها تعتبر إنجاز بشري، لكن اللي يلقوه هناك كان يفوق أي تخيل أو توقع. بين الثلوج والجليد الأبدي اكتشفوا كنوز أثرية لا تقدر بالثمن، 3 جثث مومياء محفوظة بشكل مذهل، وأهمها وأكثرها شهرة هي مومياء الطفلة لادونسيلا أي العذراء. تخيلوا وياي المشهد، طفلة بعمر 15 سنة نايمة بهدوء تحت طبقات الجليد كأنها ما غفت توها. بس الغريب والمذهل بالموضوع أنه جسدها كان محفوظ بشكل لا يصدق، لا جلد متحلل أو لا شعر متساقط ولا حتى ملابس متآكلة، كل شيء كان سليم وكأنها نامت هسه. حتى أظافرها كانت بحالة ممتازة. السر بالظروف القاسية لقمة الجبل، البرودة الشديدة والارتفاع الهائل والجفاف، كلها عوامل ساعدت على التحنيط الطبيعي لجثة لادونسيلا وللطفلين الآخرين. الجبل يتحول إلى ثلاجة طبيعية عملاقة حفظت هاي الأضحيات الصغيرة من عوامل التعرية والتحلل المئات السنين وبدون أي تدخل بشري أو مواد كيميائية. هذا الاكتشاف غير مفهومنا عن الحفظ الطبيعي وخلانا نشوف مدى قوة الطبيعة بالحفاظ على أسرارها. هنا يجي السؤال اللي حير العلماء والباحثين، ليش هاي الطفلة الجميلة وياها الطفلين الآخرين اندفنوا بهالمكان النائي والعالي؟ شنو جابهم لهالبركان الثلجي؟ الإجابة كانت صادمة ومؤلمة بنفس الوقت. لادونسيلا كانت جزء من طقس ديني قديم ومقدس عند الآنكا اللي اسمه كاباكوشا. هذا الطقس يا جماعة الخير ما كان مجرد احتفال عادي، كان طقس يتضمن التضحية بأطفال أبرياء للآلهة. عند الآنكا كان يعتقد أنه الآلهة ترضى على البشر وتباركهم أو تبعد عنهم الشرور والمصائب والكوارث الطبيعية إذا تم تقديم أضحيات بشرية نقية وغير ملوثة. والأطفال خاصة من يتم اختيارهم لجمالهم وصحتهم كانوا يعتبرون أطهر وأفضل ما يمكن تقديمه للآلهة. تخيلوا مدى الإيمان العميق اللي كان يدفع هاي الحضارة لتقديم أطفالهم كقرابين. اللحظة اللي تم اختيار بيها لادونسيلا يعتقد أنه كانت من عوائل نبيلة أو ذات مكانة، واختيارها كان شرف كبير لعائلتها على الرغم من المصير المروع اللي كان ينتظرها. رحلتها الجبل لولاياكو ما كانت سهلة أبدا، يعتقد أنه هي قطعة مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام برفقة الكهنة وعدد من أفراد حاشية الآنكا. تخيلوا طول الطريق، البرد والتعب والقلق، كل هذا وهي تعرف أنه ذاهبة لموتها. كانت لابسة ملابس فاخرة وتحمل وياها أدوات وطعام، وكل هذا الضمان رحلة مريحة، نومة أبدية بحضن الجليد. قبل لحظات قليلة من موتها الكهنة كانوا يقدمون لها مشروبات خاصة تظهر تحاليل أنه تناولت أوراق الكوكا اللي تسبب التخدير والكحول يمكن لعدة أسابيع قبل وفاتها، وبتراكيز عالية باللحظات الأخيرة. هذا كان السببين، الأول حتى لا تشعر بالألم أو بالخوف وتموت بهدوء وبدون مقاومة، والثاني لإدخالها بحالة من الوعي المتغير أو الغيبوبة قبل تركها في القبر الجليدي. وبعد ما صارت بحالة أشبه بالنوم العميق تم تركها بحفرة أعدت خصيصا لدفنها تحت طبقات من الجليد والصخور. الجو البارد القارص بالإضافة إلى المواد المخدرة أدت إلى وفاتها بهدوء، ودخلت بنومتها الأبدية إلى أنه استمرت المئات السنين، وكانت هي ورفاقها الصغار شهودا صامتين على قوة المعتقد البشري. آل نينو صبي صغير عمره حوالي 7 سنوات وجدوب جانبها جسده أيضا كان محفوظ بشكل ممتاز. لانينا ديل رايو أو فتاة البرق كانت أصغر عمرا، ويعتقد أنه هي تعرضت لضربة برق بعد دفنها بوقت طويل، ولهذا السبب جسدها متفحم جزئيا. قصة فتاة البرق تضيف طبقة أخرى من الغموض والدراما لهالاستكشاف، لأنه تظهر كيف أن القوة الطبيعية استمرت بالتأثير حتى بعد الدفن. وهاي الأطفال الثلاثة كل واحد يروي منهم قصة حضارة عظيمة ومعقدة، ويفتح نافذة
هذا على عالم مليء بالطقوس والمعتقدات والتضحيات. قصة عذراء لولا ياكو هي أكثر من مجرد اكتشاف أثري، هي حكاية تراجيدية لكنها بنفس الوقت ملهمة، تكشف لنا مدى عمق الإيمان لدى حضارة الآنكا وعن استعداداتهم للتضحية بأغلى ما عندهم من أجل آلهتهم بفضل الحفظ المذهل لأجسادهم. قدروا العلماء أنه يدرسون نظامهم الغذائي، صحتهم، وحتى الأمراض اللي كانوا يعانون منها. كل شعرة أو كل قطعة قماش أو كل عظمة تسولف قصة حياة كاملة وتقدم لنا معلومات لا تقدر بثمن عن حضارة اختفت منذ زمن بعيد. هاي القصة تخلينا نتأمل مدى اختلاف الثقافات والمعتقدات عبر التاريخ. وهل تتخيلون بيوم ممكن تصير تضحيات بهالشكل بزمننا الحالي؟ وهل تعتقدون أنه لحد الآن اكو أسرار مدفونة بقمم الجبال أو بأعماق البحار اللي تنتظر من يكتشفها؟ شاركونا آرائكم وأفكاركم بالتعليقات. أني ما يوتيوب، لهنا تكون نهاية قصتنا. لا تنسى اللايك والاشتراك أو فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم بالقصة الجاية بخير وسلامة.